السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم بطريقة الفطيرة الليبية البسيطة اللي هي عجناها بدقيق وملح فقط ومية، خلاها تستريح شوية زي توا هيكي، وإن شاء الله بإذن الله بنبدأ في الشغل. ناخدوا زي توا هيكي ونكوروها دوائر بالطريقة هذه باش تستريح وتعطينا القوام اللي إن شاء الله بإذن الله بعون الله حتشوفوه المطبخ زوزو. جينا للمرحلة هذه اللي هي كورناها بالطريقة هي، حطيناها في سفرة باش تستريح، وبعدين نبدو الشغل وإن شاء الله بإذن الله خطوة خطوة معاي إن شاء الله بإذن الله. بالطريقة هذه بعد ما استريحت نبدو بفرد العجينة وخبزها هنا. طريقة سهلة جدا، تجيكم حتى شاورما بطريقة سهلة ومريحة. شوفوا تجيكم حتى إن شاء الله بإذن الله شاورما بالطريقة هذه. نفردها بكل سلاسة، وكل ما تستريح معاكي العجنة كل ما تمشي معاك بطريقة رائعة جدا. شوفوا مثل المستكة إن شاء الله بإذن الله حتشوفوا بعد ما نكمل باقي المقدار. تقدروا تكملوا طرحها على الجريلا هذه، تجيكم أسهل أفضل من الطاوة، يعني تقدروا تمدوها وهي على النار في طاوة وهي موجودة على النار، تقدروا تطرحوها. شوفوا بكل سهولة. هذه تستفيد بسندوتشات، يعني لشاورما، أي حاجة، بالعسل بالجبنة. الطريقة هذه تجيني بكل سلاسة تنقام معك وتطيب شوية. هي هيك لونها بتكون، يعني ما تتغير لونها لأنها هيك بتصير بالطريقة هذه ما شاء الله. هذه فطيرة ليبية وكل بلاد ديرها بطريقتها، واني هذه بسطت لكم الأمور بالطريقة هذه البسيطة. إن شاء الله تكون تنال إعجابكم. ومقاديرها 4 كيلو دقيق، شوية ملح وماء فقط للعجن. تستريح، بعد ما تستريح تعمل دوائر زي توا هيك باش تستريح، وبعدين ناخدها ونحطها ونبدأ نطرح فيها بالطريقة هذه. بس أهم حاجة تحطوا بسطة زيت باش يسهل عليكم الطرح، بعدين تنتقل إلى الخبازة. إن شاء الله تكون عجبتكم، بإذن الله تكون عجبتكم. نلتقي في فيديو آخر.